بالفيديو أول ظهور وتصريح للمدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش بعد فوز المغرب على تنزانيا، ويفاجئ ويزلزل كل المغاربة بما قاله عن المنتخب المغربي. حقق المنتخب المغربي فوزا كبيرا في أولى مبارياته ضمن مرحلة المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2024 المقامة في دولة الكوت ديفوار، وسيطر المنتخب المغربي طوال المباراة على الملعب، وافتتح قائد الفريق رومان سايس التسجيل في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وأضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77 من الشوط الثاني، وفيما أتى الهدف الثالث والختامي من اللاعب النصيري في الدقيقة 80 من الشوط الثاني، مما أكسب الفوز للمنتخب المغربي خلال هذه المواجهة المثيرة. وتفاجأت وزلزلت كل الجماهير المغربية قبل قليل بأول ظهور وتصريح إعلامي للمدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش بعد فوز المغرب على تنزانيا والأداء الرائع الذي قدمه المنتخب المغربي، حيث وحسب ما نشرت العديد من الصفحات الإخبارية فإن المدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش خرج قبل قليل بتصريح عاجل بعد فوز المنتخب المغربي على منتخب تنزانيا ب3-0، حيث وحسب ما نشرت بعض الصحف الإخبارية فإن خليلوزيتش قال: أنا لا أشاهد مباريات المنتخب المغربي ولا يهمني فوز أو خسارة المغرب، أنا أشاهد فقط مباريات المنتخب الجزائري والمصري خلال هذه النسخة من كأس أفريقيا. وقال في الأخير: أما بخصوص مباراة المغرب وتنزانيا لم أكن أتوقع فوز المنتخب المغربي على تنزانيا، وهذا ما أثار جدلا واسعا بين الجماهير المغربية.